محتاجين في علاقاتنا إن لو فيها مشاكل مش معناها إن علاقة غير طبيعية، يعني لو في مشاكل بين الراجل والست في العلاقة يبقى مش برضك مش معناها إن العلاقة دي المفروض ينفصلوا عن بعض، لإن ساعات العلاقة لما بيبقى فيها مشاكل بتخلينا نعرف نفسنا كويس ونعرف احتياجاتنا ايه واحتياجات الطرف التاني وهو عايز ايه وبيفكر في ايه. فيصل هو إنها تبقى علاقة اضطرارية، يعني لو أنا عايشة مع الطرف التاني علشان دي علاقة اضطرارية وبيحصل فيها مشاكل كتير، لأ دي علاقة اسمها علاقة مؤذية واضطرارية وبتأذيني وبتأذي اللي حواليا، لكن لو أنا في مشاكل موجودة لكن أنا مش عايشة في علاقة اضطرارية فدي مشكلات صحية نقدر من خلالها نستغلها. الشاطر اللي يعرف يبني مساحة مشتركة بينه وبين اللي حواليه. مفيش حاجة اسمها أغير الطرف التاني، مشكلتنا اللي بتحصل في أغلب العلاقات إن احنا بنبقى فاكرين إن احنا هنغير الطرف التاني لصالحنا وده سبب المشكلات، لكن لو احنا حاطين في اعتقادنا إن مفيش حد بيغير حد وما ينفعش أصلا انت تغير حد، لكن ينفع إنك تشجع اللي قدامك على التغيير بإن انت تنور اللي جواه، تخليه يشوف الحاجات بشكل أفضل وأكتر. لما يبتدي يشوف ويبقى عنده القدرة على الشوفان تبتدي انت بقى تشجعه وتسنده، يعني هو من نفسه هتلاقيه هيتغير في مساحة آمنة وانت في كل الحالات متقبله وبتحبه بدون شروط. دورك في المشكلة لما تحصل بينك وبين الطرف التاني إنك تدير الألم اللي وقع عليك واللي جواك علشان ما يكبرش ويبقى شرخ في العلاقة ما بينك وبينه. تدير الألم بإنك تبتدي تقعد مع نفسك وتحس بالألم اللي جواك، تبتدي تطبطب على نفسك، تتسامح معاها وتتكلم بصوت عالي مع نفسك، تبتدي تسأل نفسك هو أنا ليه اتوجعت؟ ليه أنا اتوجعت؟ أنا اتعلمت إيه من الوجع ده؟ وإيه سببه؟ يا ترى أنا محتاج إيه؟ ولو قدرت إن أنت توصل لحاجة لها علاقة بالطرف التاني ممكن قولها له، لكن لو ما قدرتش تواجهه وتقوله لازم في الحالة دي إنك تلاقي بديل لسبب وجعك ده، علشان مش كل مرة هو هيوجعك فيها أو الموقف يتكرر بنفس الوجع وتتألم وتتوجع، غالبا مش هتعرف تقوله اللي مضايقك، ففي الحالة دي هتدير الألم اللي جواك، صحيح مش هتقدر تغيره بس انت مرة مع التانية طول ما انت عارف تدير الألم اللي جواك هيبقى العيب اللي عند الشخص التاني ده هيتكرر تاني مش هيوجعك زي أول مرة. يعني انت بقيت حاطط عيوب الشخص ده في الحيز الطبيعي وما بقيتش تشوفها تهديد لنفسك انت او ان انت العيب منك انت. الحيز الطبيعي ان احنا بشر ولنا عيوب ولنا مميزات وان احنا بندور في بعض على الحاجات الجميلة. برضك لو انت من الاشخاص اللي ما بيقدرش يقول اللي قدامه ايه اللي مضايقه فاعرف انك انت كده بتدخل نفسك في علاقة غير صحية بالمرة، لأن أنت مع الوقت تصرفاتك هيبان عليها الاستياء، ردود فعلك هيبان عليها الاستياء من الشخص ده نتيجة إنك مش قادر تواجهه. إحنا ما يعني إحنا ما بنسكتش عن اللي مضايقنا إلا في حالة إن إحنا مقررين فعلا من جوانا واخدين قرار إن إحنا مسامحين الشخص اللي قدامنا. طالما أنت قررت تسامح الشخص ده فهتلاقي مع الوقت إن تصرفاته اللي كانت بتضايقك ما بقتش تضايقك.